ميناصا ونيجوا أهلا فيكم كلكم. اليوم جبت لكم فيديو جديد مهم. في فيديو اليوم لأول مرة رحلة مع جامعتي. تشوفون في هذا الفيديو كل شيء، بس قبل ما تشوفون الفيديو لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب ولايك. لو لسه تكونوا متابعين حساباتي حتلاقونا هنا أو تحت صندوق الوصف. روحوا اعملوا لي فولو. جهزوا معايا عشان نروح أول رحلة. أول شيء بدأت فيه هو غسول الزيتي من أنواع. أنا اسمي بالنسبة للناس اللي يعرفوني ما أعرف، والرايحين ما أعرف. هنعمل اللينسز. لا تسألوني لا تسألوني. تطم تطم تطم. الحين نعمل تونر باد. أنا خلصت. في أي شركة عندها تونر باد تبغى تعمل معايا تعاون كلموني يا إخوان. حياتي حلوة. عندي تونر باد خلاص. أي شركة جاهزة للتعاون أنا مو جاهزة للتعاون. أمسح بذمة وضمير. ما هذه الجبهة اللامعة كأنها سطح الأرض؟ نمل السيروم. حط على يدي. بتشوف الفيديو هذا يا نارين المستقبل. أنا فخورة فيك وسعيدة إن أنت جميلة. والآن كريم. أنا حط كمان للرقبة. قلت لكم الرقبة جزء من الجسم، عيب عليكم ليش ما ترطبوها. والحين أهم شيء الصن كريم. لا تخرجوا من البيت من غير الصن كريم. يلا نحط البلاشر. والآن معنا المسكيرة. نهاية الروج. هو إعلان بس نسيت أصور لحد الحين. جميل جمال ملوش مثال حرفيا. ما راح ألحق أعمل شعري فحروح هناك أعمله. هذا أنا. وأنت وردة سندريلا. أوف، اللي بالكاميرا يقولون مين هذه المجنونة. أوريكم ماي أوتفيت. شكلي حلو صح؟ لا تنسون اللايك والسبسكرايب. القطر ذا يتربى بعزي من كثر ما هو صغير. من كثر ما هذا القطار صغير مو شخص حقيقي يسوقه، يعني يتحكم فيه في جهاز. تخيلوا كأنه في زومبي ورانا. ركبت المحطة العكس وعشان كذا يفضل دايما اخرج بدري، عشان انا دايما اركب المحطة الغلط. يكفي القطار يلا ما يقفل علي. حياتي عذاب حرفيا. المكان ذا عشان اوصل له ركبت ابحر وسفن. وحاليا حنمشي من الحديقة لحد ما اوصل للمكان المطلوب. تعال نعمل زي البنات اللي هيلثي استنشق الهواء الجميل. ما ادري كيف اصارحكم اني قاعده امشي حرفيا من الجبل عشان اوصل. وصلت قبل 10 دقائق من الوقت المحدد. هذا هو المكان. والحين صار وقت اني اعمل ساين. هنا المنيو وهنا الكتب اللي نحتاجها وهنا شويه سناك. نجرب الكواجا حقهم. حلو. قدامي ولد وسيم. والحين هنسوي هذا. 저희 고향이 아프가니스탄이에요. 근데 이제 아프가니스탄이 양귀비 꽃이 제일 많고. 저를 뭔가 표현하려고 했던 것 같아요. 이 꽃이 잘 보이시는지 모르겠지만 아직 다 안 핀 꽃이에요. 상상을 막 하려다가 그냥 떠오르는 꽃 하나를 정할 수밖에 없었어요. 그러니까 무화과가 열매로 알고 있는데 그게 꽃이래요 사실. 이 꽃을 보시면은 밖에는 되게 어두운 색이고 그리고 안으로 갈수록 색깔도 밝아지고 그런 것처럼 저도 다른 사람들을 대할 때 처음에는 조금 친해지기까지의 시간이 좀 걸리지만 어떤 일정의 바운더리를 넘어서면은 굉장히 그 사람과 친밀해지고 굉장히 깊은 정서적 호감을 나누는 그런 사람이다. 사탕 맛이 진짜 많아요. 드시다 보면 더 있을 수도 있어요. 저도 한 명의 사람인데 늘 뭐 행동이나 성격도 달라지고 뭐 생각하는 것도 늘 달라지기 때문에 이렇게 하나의 꽃이지만 색도 꽃의 잎의 길이도 다 다른 꽃을 만들었습니다. 네, 일단 제 꽃은 오. 꽃잎이 떨어져서 ما أكون نارين إذا ما خرجت أشتري ماتشا. الحين أنا ماشية شفت هذه الكتابة العربية. قلنا على الكوفي شوب قاعدة مع بنت مجاملة بشكل مش طبيعي. نعم مجامل ألا أحبهم. قولوا لي إن أنتم في كوريا بدون ما تقولوا لي إن أنتم في كوريا. كمية الورق اللي من الساعة 10 لحد الحين مو طبيعية. مادام انتوا في كوريا اكيد حتاكلون بيتزا. كشخص قاعد فترة طويلة لازم نعمل ستريتشنج.
الكثير والكثير من البيتزا. والحلو في الموضوع حاطينها في كذا مكان. هذه رقم الغرفة. وصلنا الغرفة الحين. هذا الفندق خاص للطلاب أو المراهقين، عشان كذا ممنوع الشرب والتدخين. من فترة كبيرة ما شفت النجوم. جانا التايسو قاعدين نجرب. هذه كأني حرفيا حد في الابتدائي كان جانا ندح سوا. وهذه المكان المتواضع هو الغرفة، فيها 6 سريرات زي ما تشوفوا. هناك الجزمة ممنوع تدخلون بالجزمة، لازم تحطوها هناك. هناك الدواليب تحطون ملابسكم، ثلاجة صغيرة. بعدين سرير تقسمنا، وأنا هنا باسمي إني متمددة كذا بقول لهم على البنت ذيك. بنت حرفيا غثيثة بشكل مش طبيعي. أولا مجاملات، تعرفون الشخصية الناس اللي يبغون يكسبونك بطريقة أنهم يشترون لك وكذا. الناس ذولا ما أطيقهم، أنا أكرههم. بس سلكت لها ورفضت أني أخذ منها عشان ما تكون باسم اللي هي اشترت لي شيء، ولازم كلامه هو اللي يكون صح. تأملوا لي جمال الفيو من الفندق. فيو بصراحة جميل. وباي ذا واي هذا المكان فيه اشهر مكان للاجانب اللي هو ميوندونغ. قول هاي للكاميرا. هلو كاميرا، هلو كاميرا. رعب حقيقي. طفت النور خلونا يهرب. من هذا المنبر اخر مرة اقول انا اخر شخص يتروج. البنت اشترتني بكيول، خلاص سامحتها. باليوسف هذه اشترتني. اقشر عليكم. سامعين البنات؟ اوه ريحة حلوة. اشترتني في يوسف. يلا كلوا كلوا كلوا، ارميها في فمكم. اللي يفتح فمه ياكل. والآن صار وقت الماسك الجميل بعد ما أخذت الدش الجميل. الحين رايحين لأهم مكان في الحياة، هو حل الفطور. عين حمراء بسبب إني قعدت فترة طويلة بالعدسات. شوف طلعت لي حساسية هنا. أصلا الفترة دي قاعدة تطلع لي حساسية في كل مكان مع الجو. هذا هو المطعم، بس دخلوا الأولاد قالوا لهم الساعة 9 للساعة 10. اليوم الثاني حنتجهز قدام منتجات دكتور ألفية. شوف عيوني حمرت من العدسات، هذا يعطيني هنت للمستقبل ما ينفع تستخدم عدسات كثير. بما اني امس غسلت وجهي بغسول الوجه، اليوم لبكره ما اغسل بغسول الوجه، لانه الوجه نفسه يفرز زيوت، غسول الوجه يشيله فما يلازم. الحين خلصت التونر، حجمع العلبة وحاعمل لكم ريفيو لأغلب المنتجات اللي خلصت عندي، وأقول لكم إيش اللي حاشتريه مرة ثانية وإيش لا. 한국이랑 이제 좀 아시아 쪽에서는 이제 12지신 있잖아요. 그래서 뭐 뱀띠, 뭐 쥐띠 뭐 이렇게 있는데 올해가 푸른 뱀의 해여가지고 이렇게 푸른 뱀 팝업 카드를 은영 작가님으로부터 제가 샀습니다. 여러분을 위해. 그래서 في هذا الوقت كنا قاعدين نعطي مقترحات عشان نسوي موقع يفيد كل الأجانب الموجودين في كوريا، سواء الطلاب، أهالي الطلاب أو الأجانب اللي هنا، سواء كيف يغيرون فيزتهم أو كيف يقدرون يعيشون كوريا، لأنه لحد الحين ما في أي موقع يساعد الأجانب 100%. 네, 안녕하세요. 저는 1조의 발표를 맡은 바시드라고 합니다. 졸업 후에는 어떤 체류 자격으로 바뀔 수 있는지, 그리고 어떤 체류 자격을 가져야 하는지. 제가 이해를 잘 못하고 글로 쓰긴 했지만 그냥 비슷한 것들이 한번 묶어봤어요. 처음에 가장 많이 나온 거는 비자 관련해서 가장 많이 나왔어요. 일단 봤을 때 생활 이렇게 들어간 애들은 큰 애들 같아요. 그쵸? 네. 그래서 얘네들 일단 올리고 지금 경제생활, 학교생활, 문화생활
ممكن تستغربون بس احنا الحين قاعدين نسوي موقع للأجانب اللي موجودين في كوريا. بعدين طلبت منا الأستاذة إن احنا نزين ورقة وبعدين نمررها لكل واحد فينا عشان كل واحد فينا يكتب رسالة للثاني ونقول عن شعورنا تجاه بعض في اليومين اللي عشنا مع بعض. أحد أنا خارجة بالمنظر ده وأصلا برا مطر. هذا آخر كلام وياك أعلن انسحابي. لما أقول لكم لا تسمعون كلام النيفي أو النيفر أو وات ايفر صدقوني. يقول لك الحين وصلت لمحطة الباص. وين محطة الباص؟ إني ويقول لي عاد شك الرقم حق الباص. لا أنت وقت نزلت مع واحد سألته أولا عن محطة الباص وين. هو قال لي أشر لي تحت حرفيا نزل معي الطريق كله حرفيا الطريق كله نزل معي بس عشان يعمل لي المظلة. بعد الانتظار كثير طلعت تقريبا اروح القطار احسن لي بلا زحمة ولا سكر بس لدرجة ان الرجال خارج. الله يصبح والنبي فكرني يا رب. انا شلت وقعدت اعيط لما هي خدته مني. كان هنا صح جلسة اليوجا دي ان شاء الله يا ربي انا عندي فضول اعرف دي. وكذا نكون وصلنا نهاية الفيديو. اكتبوا لي تحت في الكومنتات إذا تحبون هذا النوع من الفيديوهات أو لا. أكيد تحبون أي نوع فيديوهات أنا أسويها بس حاخذ رأيكم وأقول لكم تحبون أي نوع من الفيديوهات. أمزح مشوار زي ما أقول لكم بالنهاية مين أصلا وطني.